لسه مكملين معاكم فقراتنا في دكتور هيلث، اكبر برنامج طبي في مصر والشرق الاوسط. ناس كتير بتفتكر ان الحياه الصحيه رفاهيه، لكن الحقيقه ان اسلوب الحياه الصحي بقى ضروره لحمايه صحتنا والوقايه من امراض كتير. والنهارده مع كابتن محمد سالم الشهير بالنحات، مدرب منتخب مصر لكمال الاجسام، هيكلمنا عن التغذيه الصحيه وفوائدها النفسيه وازاي نستمر وتبقى اسلوب حياه. اهلا وسهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك يا فندم. كبدايه محتاجه اسال حضرتك حاجه، احنا بنقول كلمه التغذيه الصحيه، احنا هنا بنتكلم عن الاكل وخساره الوزن بس، ولا في عناصر تانية مهمه جدا تحت كلمه التغذيه الصحيه؟ خلينا في البدايه نتكلم ان يعني ايه تغذيه صحيه. التغذيه الصحيه ممكن نقوله ان هي منقسمه لقسمين، قسم اللي هي المغذيات الكبرى والمغذيات الصغرى. المغذيات الكبرى اللي هي اساسيات احتياج الجسم من الكربوهيدرات والبروتين والدهون الصحيه، والجزء الثاني المغذيات الصغرى اللي هي الفيتامينز والمعادن. وكل دي حاجات يعني بتتكون مع بعض كده عشان توصل بني ادم لحاجه معينه او لهدف معين هو يوصل له بنسب معينه من كل حاجه. كويس جدا. فلازم كل ده يدخل مع بعضه بمنظومه معينه بحسب احتياج الشخص اللي قدام منه. وايه علاقه ده بالصحه النفسيه؟ علاقه ده بالصحه النفسيه؟ لا طبعا. بص خلينا برضو نتكلم في جزئيه ان هي ايه، احنا بنتكلم عن الحياه الصحيه، فالحياه الصحيه مش بس التغذيه. حضرتك سالت سؤال من شويه اللي هو يتعلق بخساره الوزن، هو برضو ايه المتعارف عليه ان الدايت او الانظمه الصحيه مختصه بالخساره الوزن بس، او الناس اللي عايزه تخس بس، وده طبعا كلام مغلوط. يعني هو كل واحد بيستخدم ده لهدفه. يعني الشخص النحيف بيستخدم الحياه الصحيه او بيعيش حياه صحيه للتوجه لهدفه اللي هو زياده وزنه، والشخص اللي عنده وزن زايد بيستخدم برضو الحياه الصحيه واحنا بنسميها دي، او بيعيش الحياه الصحيه عشان يوصل لهدفه اللي هو خساره الوزن. شخص برضو واحد تاني هدفه مثلا ان هو يكون شخص رياضي، يوصل مثلا في الرياضه اللي هو بيمارسها لحاجه معينه، فبيستخدم برضو ده فيما يناسبه عشان يوصل للهدف. طب يا كابتن، ليه ناس كتير بتبدا نظام صحي بتقعد اسبوع او اسبوعين وتوقف؟ فايه اللي ممكن يخليهم يستمروا ويبطلوا الحركه دي؟ والله احنا نقدر نقول ان في مثلا ايه، ممكن نقول في 2 متهمين في الجزئيه دي. المتهم الاول اللي هو ان ما بيكونش فيه هدف، ان انا ببدا وانا مش حاطط هدف، فلما ما بيكونش فيه هدف ما بيكونش فيه دافع للاستمرار. الهدف هو اللي بيكون الدافع للاستمراريه. فببدا حاجه كده اللي هو ايه، يعني صحابي بداوا دايت فببدا دايت، صحابي نزلوا جيم فبنزل جيم. ما عنديش حاجه معينه، ما فيش حاجه جوايا بتزقني ان انا لا انا عايز اكون كذا، عايز اوصل لكذا، عايز احقق كذا، فده مش موجود، فما بيكونش فيه الدافع للاستمراريه، فشويه وبقوم جاي ايه مريح. والجزئيه الثانيه حته ان انا بختار حاجه مش مناسبه ليا، او نقوله مثلا يعني او من ناحيه تانية ممكن نقوله حته ايه، ان انا بكون بادئ بستارت قوي قوي، بعزيمه قويه قوي، دايس جامد فبعمل كل حاجه باقصى حد ليها. ممكن كمان اخالف رايي او اخالف الاوردرز اللي متوجهه لي سواء من الكابتن بتاعي او من الدكتور النيوتريشن اللي متابع معايا، يقول لي مثلا كل مدى كذا، لا اقلل، انا عايز اوصل اقل من كده، فيدوس على نفسه جامد جدا، فيلاقي نفسه مفيش قدره ان هو يكمل، خلاص الجسم مش قادر يعمل الجسم مش قادر، مش بيستوعب ده، فشويه يلاقي نفسه لا انا الحياه اللي كنت عايشها الاول كانت احسن، اللي انا عامله في نفسي ده، فبيوقف، فيقوم جاي مريح تاني. ميرسي جدا يا كابتن، ميرسي لوقتك وميرسي نصايحك جدا، شرفتنا جدا في البرنامج. انا اتشرفت بيكم والله، مبسوط بالوقت اللي قضيته معاكم. ولسه مكملين فقراتنا مع دكتور هيلث، استنونا.